والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم في وصفة من وصفات لمسات أم ياسين قدم لكم باتيسري بجينواز أكثر من رائع، إن شاء الله ينال إعجابكم. هذه الوصفة من بين الوصفات اللي شاركتها معكم تاع باتيسري، إن شاء الله تنال استحسانكم وتستفادوا منها بحول الله وقوته. هذه لقطات من المولد النبوي الشريف تاع العام اللي فات، أعاده الله علينا بالخير والبركة واليمن والنصر يا رب العالمين. عندنا هنايا الوصفة، عندنا 4 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة. نفصلوا البياض عن الصفار، ولازم يكون بين أسرار النجاح تاع باش تطلعي قلت البيض نتاعك كالثلج. لازم يكون اولا البيض بدرجه حراره الغرفه. لا ريسيبيون تاعك لازم يكون فيه حتى قطره تاع ماء، والبيض كي تفصليه ما لازمش يكون فيه حتى نقطه تاع صفار. هكذا تنجح لك الوصفه باذن الله. نبداو بفيتاس قليل بالباتور طبعا، ونبداو نديرو كاس الا ربع تاع سكر. نديرو نصف هكذا كما راكم تشوفوا رشات، نديرو النصف تاعو في المورينغ والنصف الثاني نخلوه نديروه في الصفار. هكذا نبداو نطلعو بالعقل حتى يتشكل لنا المورينغ نتاعنا. ان شاء الله دوكا تشوفوا كيفاه يولي. دوكا نقلب انا لا ريسيبيون تاعي هكذا كما راكم تشوفوا. كي توصل لهذه المرحله نحبسو ونجو الصفر تاعنا نضيفوا له كميه نتاع السكر اللي بقات هذا الشكل، نحاولوا نطلعوه كذلك بالباتور كما راكم تشوفوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لا تنسوا إخواننا في فلسطين بالدعاء، ربي ينصرهم إن شاء الله. عندنا هنايا 3 ملاعق زيت و3 ملاعق ماء عادي. هكذا زين نكمل الخفق حتى يثقل شوية معايا الخليط. من بعد نبدأ نضيف في البيض مرة بيض البيض ومرة الفارينة. عندي هنايا فانيلا أو أي منكه تحبي تنكي به الجينواز تاعك. نستمر في الخفق بهذا الشكل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا أمتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هنا نضيفوا بشوية تاع البيض هكذا كما راكم تشوفوا. أنا فقط راني مسرعة الفيديو. تاخذي راحتك تعودي تمزجي في البيض مع الصفار والمكونات الأخرى من تحت لفوق بهذا الشكل. ومن بعد نضيفوا شوية فارينة، حاولي تنخليها هكذا باش الجينواز تاعك يجي ليس ويجي مليح. هكذا كما قلت لكم مرة البيض ومرة الفارينة. وكي نكمل الفارينة طبعا نضيفوا الكاكاو من الأفضل ضيفوا الكاكاو البني، ما تضيفوش هذاك الأسود لأنه الذوق تاعو مشي مليح، ما من اللون تاعو مشي مليح. اختاروا نوعية جيدة تاع الكاكاو. هكذا أنا كنت درت كأس وملعقة تاع فارينة و2 ملاعق تاع كاكاو وملعقة صغيرة تاع خميرة فورية. هكذا حتى نكملوا كامل الكمية دركا بالتناوب، مرة البيض ومرة الفارينة أو النواشف حتى نكملوها. في هذه الأثناء نكون أنا شعلت الفور تاعي حتى تكملي الخليط تاعك باش تشعلي الفور هكذا باش الجينواز تاعك يجي المستوى تاعو مستوي من الفوق، ما يجيش بومبي، يطيب بنفس المستوى. وتكوني وجدتي أنا استعملت مول هذاك اللي تفتح، كنت درت له القاعدة تاعو ورق الزبدة ومنه تدهنيه بالزبدة أو بالزيت هكذا كما راكم تشوفوا. وانا للاسف كي طابت لي الجينواز تاعي المقطع راح لي. الجينواز تاعك تطيبيها من تحتها كي تحمر منه وما تفتحيش عليها 45 دقيقه. وكي تفتحي عليها بعد 45 دقيقه تستيها بموس ولا بعود شواء ولا بكوردون. كي تدخليه وتخرجيه يخرج ناشف اعرفي بلي الجينواز تاعك خلاص طاب. بهذا الشكل نخطو خطه خفيفه باش تخلصوا كامل من الفقاعات تاع الهواء. هكذا انا عندي 2 كيسان تاع شانتيي مع ماء يكون بارد بزاف. درت له منكه نتاع شوكولا بهذا الشكل
بما أنني درت الجينواز بالكاكاو اختياري، قادر تخليها شونتي تاعك بيضاء بهذا الشكل. ونطلعوا الشونتي تاعنا. دائما كما نقولكم تبداو بفيتاس القليل وبعد تبداو تزيدوا بالعقل. في هذه الأثناء نزلت لها 2 ملاعق تاع شوكولا طالي اختياري، تقدروا تستغنوا على هذه المرحلة فقط باش نعزوا المذاق تاع الشونتي. هكذا نخفقوها حتى توصل قوام مليح، وبعد نغطوها ونخلوها في الفريجيدار. هنا عندي أنا علبة تاع شوكولا تاع 100 غرام ذوبتها في الميكرووند ولا في حمام مائي، ونضيفوا لها وحدة تاع دانات بهذا الشكل شوكولا اختياري. هذه أنا راح نديرها كتزيين من الفوق. بعد ما طيبت الجينواز تاعي وبردت تماما على الأقل 6 سوايع قطعتها إلى 3 طبقات ودرت الشونتي كما نشارك معكم في كل مرة الجينواز كيفاش نزينوها وكيفاش نقطعوها. ندير في الوسط هذا الكراج اللي خدمته والله هذا الشوكولا اللي استعملتها، ونديرو خطوط هكذا من الفوق ونزينوها بحبيبات هكذا تاع شوكولا أو أي نوع من أنواع التزيين اختيار كما نقولكم دايما. كما راكم تشوفوا هذه هي اللمسة الأخيرة، وتخليها تبرد شوية في الثلاجة. درت لها وريدات من الفوق، ومن بعد نشارك معكم دركا كيفاه المرحلة الأخيرة اللي هي التقطيع باش تشوفوا القوام تاعها. شهيتكم في الجنة إن شاء الله، إن شاء الله تنال إعجابكم وتجربوها وتنجحوا فيها بإذن الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم تولنا فيمن توليت. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم أنت الحق وقولك الحق سبحانك وتعالى عما يشركون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أمتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في أمان الله وحفظه. لا تنسوا إخواننا في فلسطين من صالح دعائكم.